رجلي دقوا جاو مجموعة من الأشخاص دقوا على جرس الباب وطلبوا من ولدي باش يجيوا يخرج معاهم ويطلبوه لأنه ضربوا له السيارة نتاعو. خرج الأستاذ العيال هو ولده قالوا له اخزر راهو السيارة مضروبة، وهما يوريوا فيه في السيارة وهما معناها كانت هناك مجموعة 3 سيارات بارتنير وركبوه خطفوه حملوه في البارتنير بالقوة بالعنف وحملوه هزوه إلى وجهه، وحاول ابن الزميل يقاوم يعني باش يشد ابوه. مع الاسف الشديد هذه عمليه اختطاف الزميل عبد الرؤوف العيادي. بالنسبه للزميل شكري بالعيد يعني ما عنديش يعني يمكن هو توي هذا من جهه اخرى انا مباشره بعد حصولي علمي للموضوع اتصلت بالسلطات المعنيه، اتصلت بالسيد وزير العدل واستغرب الموضوع وقال لي الاستاذ عنده حاجة معناها تتبع، قلت ما عنده حتى تتبع يصبح بحدايا. قال لي تو اللي نجم نعمل واتصلنا بالجهات الأخرى وزارة الداخلية إلى آخره. وفي الحقيقة كل واحد يقول اللي نجموا نعملوه أتوا نعملوه، وحملنا بالطبع كل الناس حملناها مسؤوليتها، والحمد لله الزملاء خرجوا. شيء ألم اللي ورهونا الزميل حقيقة معناها الشيء يندى له الجميع. أنا الكلمة لكم زميلاتي زملائي في الهدوء في إطار الهدوء سنعطي الكلمة للأستاذين عبد الرؤوف العيادي وشكري بالعيد ثم الكلمة لكم. السلام عليكم سيد العميد، السادة الزملاء الزميلات. هو كنت على علم البارح مبادرة في بعض المناضلين يعني عملنا تجمع وأخذنا فيه الكلمة، وكان ذلك يعني من منطلق التضامن مع أهلنا سيدي بوزيد وغير سيدي بوزيد. رد السلطة يعني احنا كنا نعتبر ان المحاماة يعني هي، وهذا تعرفوه في التاريخ، كانوا شكلوا قادة الحركة الوطنية، كانوا في الخلافة الديمقراطي هم اللي اعطوه. فقلنا احنا يعني وفاء لهذا التاريخ ان المحاماة ما لازمناش تستنى في التعبير عن تضامنها، وهذا حدث في سبقونا جهات، فقلنا ما نزيدوش نستناو وعملنا خلينا الكلمه. مشكلتنا احنا شنو هي؟ احنا نريد ان نعيد للكلمه شرفها، لان كما تعرفوا على مدى 23 سنه العهد المظلم هذا كان دائما خطاب التزييف الى ان هبط الشارع قال الحقيقه. الحمد لله احنا كنا نعتبرها امانه الكلمه، قلناها الكلمه، عبرنا عليها في المداخله. طبعا لازم تدفع ثمنها. العشيه يعني جاني 3 سيارات وعملوا لي عمليه اختطاف نتاع مشهد سينمائي اكثر منه هو، ويعني جردوه في الاخر يعني قاومت الحقيقه. أنا ما نجمش نسلم روحي. لأن لازم نفهموا المحاماة هي على رأس المقاومة، وهي تقاوم الشر، وهي تقاوم السرقة، وهي تقاوم الاستبداد والاستعداد. التعذيب هذا نظام التعذيب،
ملفات طلعنا عليها شيء يندهش الجميع، يعني الانسان يحشم الرب، وهذا يعرفوه الزملاء الكل اللي راحوا يعني مش حكاوا لنا شيء كبير. انا الضريبه اللي كنت تعاملت كمواطن عادي، ما تعاملتش كمواطن، يعني هزوني كما المواطن العادي، عملوا علي بلوزون على وجهي، ركبته على فمي باش ما نتنفسش، عباو على ضغط، انا مانيش راكب السياره، انا ممدد بين الاربع كراسي المساحه هذيك، وما عنديش حق نشوف وين ماشي. قالوا مرة نطلع به للجبل. قالت السيارة تدور انا قلت لي عملية انتقام يعملوها التربسية والعصابة اجرام مش هذا مش مشكل. ندفع الضريبة مش مشكل. انا ما نخافش الحمد لله. بعمل حب. لم نخاف. أصحاب قضية أصحاب القضية لما يواجهوا أصحاب الثروات المسروقة هذاك ايش يصير؟ لابد من المواجهة. ف يعني مشاو بالسيارة حوالي يجي ساعة وربع فهمت؟ واللي محامي أوش عنه هذا ايش لبس؟ ميكرو ان شاء الله هديه يكون شرف للمحامي. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أني شرفني أني قطرة الدم كانت مشات مع دم إخواننا وأبنائنا. أيوة يعني حطوني بحافية ما عندي شيء حافية هذا المريض عملوا لي كما الارهابيين وما ثقافه البوليس السياسي ثقافه غوانتنامو هذا ما يصاب جرائم احتل البلاد ومثقفين مع عقيدتهم مع عقيده غوانتنامو. فمن جبت الدائره ما جبتوا لي قناه تدافع على الارهابيين الارهابيين هذوما ينجم يكونوا معناها انت في اوتيل وما يفجروك. اسمع يحاسبوا فيا في برشا حاجات لكن ما كاينش ثم نتاح حتى شيء. خلاني حافي سقي على البحر وانا الهيئه هذيك محامي شيخ لا قيم لا اخلاق لا اتحدث عن البداءه ولا اتحدث عن مستوى العصابات. هذه ثقافه الاستفاده البداءه يكون لنا بداءه ولا يفعلون الاساليب حيث انا لقيت الحاله هذيك 10 مترين. بعد جاني قال لي عندك محضر صح؟ لا محضر. قال لي انت شنو الشعارات؟ قلت له ما نجاوبكش شكونك انت؟ قال لي ما يهمكش فيا وكذا وكذا. قلت له انا وين؟ قال لي ايش بك انت في سبخه ولا في ما؟ قال ما نعرفش وين اعطيني شنو الوقع اللي انا فيها؟ شنو ما جاوبكش. هذيك باش التعامل مع الرفقه مع المحامي. هكذا فكرت شعبنا المغلوب على امره، شعبنا المسكين اللي تو حب ينادي بالخبيز يد وجه فيه بالرصاص رحمه الله. ثم يطلع المسؤول الاول يقول مازلنا باش نحاكموا باش نرهبوا عن غير استحياء. احنا لا نخاف، احنا سنكون مع شعبنا. وانا اعتقد ان اول واجب للهيئه ان تشكل مجموعه من سيدي مزيد
الحوار آلية ديمقراطية لازم تفهم. يعملوها الناس ديمقراطيين، ما يعملوهاش الناس يمارسوا في الجرح والبطش والتعذيب والترهيب. قال شنو هي الدولة؟ أنا ما فيش امرأة نقطوك برصاصة ولا نعمل متفجر السيارة. تهديدات من بطنة وكذا. لكن حاجة احنا نعتبره أن القضية الحوار يا سيدي العميد، مرحبا كان الحوار والآلية الديمقراطية مش يعني نقعدوا ندوروا قال الفرنسي يعطون وطبقوا فهمتوا ما ثم شيء حوار. وإذا كان هو حوار راه شرير يعني من مقام من نعبر على موقف. إيه حوار شنو غريبته؟ غريبته أني أتخلى على مبادئ، أني أتخلى على قضايا، أني ما نقدرش مع شعبي. شنو الحوار؟ ورجل شكرا لكم. انا تاثرت ياسر بتحيتكم لي. نشكروك يا استاذ عبد الله.